بسم الله. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل عملنا خاص لوجهه الكريم، وأن يجنبنا شر شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بين يدي الآن إن شاء الله تعالى نعمل على أن نبين للناس كيفية إبطال السحر. والسحر يختلف من مكان إلى مكان، ويختلف كذلك على حسب الخادم والساحر والمادة التي صنع بها هذا السحر. فمثلا الآن بين يدي 3 أنواع من أنواع السحر. هناك سحر يهودي، وهناك سحر ماسوني، وهناك سحر إفريقي. فهذا السحر اليهودي الماسوني هو هذا. لعلكم ترون أن هذه الجمجمة قد تغير حالها وشكلها، وتسألون لماذا. هذه الجمجمة قد عرضتها عليكم منذ مدة طويلة، لكن منذ ذاك الوقت ونحن نعمل على إبطالها طاعة لله جل وعلا، وحتى يذهب كل أذى من قريب أو بعيد عن هذه السيدة. لماذا؟ لأن الجان أو خادم السحر الماسوني، خادم عابد الشيطان، فإنه لا يستسلم ويبقى متربص بالجسد، سواء عن بالداخل أو بالخارج أو من معه ومن حوله. وبطبيعة الحال إذا ما بقي هذا السحر بإذن الله تعالى، فإن يبقى الضرر لاحقا سواء من قريب أو بعيد، أو يتربصون كيف يصلون إلى صاحب هذا السحر. حتى يسلم الراقي إن شاء الله تعالى من أن تؤذى هذه السيدة، فإنه يبقى هذا السحر يبطل كل مرة وحين. لأن هذا الجني يعي جيدا أن السحر هل أبطل أم لا، بأشياء كثيرة لا يسع المكان لسردها، لأن الشيء بالشيء يذكر. المهم، هذا السحر هذا منذ ذاك الوقت وهو يبطل طاعة الله جل وعلا. ولاحظوا معي جليا كيف جعلوا من السحر على شكل الجمجمة، كأنهم يرشدون إلى الهيكل، وكأنهم يرشدون كذلك إلى أن هذا الإنسان يجب أن يقتل وأن يصير لا شيء. فلاحظوا معي كيف أخذوا وهذه الجمجمة فإنها تصنع عندنا، يصنعها أناس يهود، وكذلك يصنعونها أناس لكن من أجل التجارة، لكن السحرة يستغلونها في هذه المآرب الخبيثة. لاحظوا معي هذه الجمجمة مصغرة جدا، شو العينان، العينان، الأسنان، الجمجمة، كل هذا سحر. فلاحظوا معي بارك الله فيكم. وكذلك إن شاء الله تعالى نضعها. هذا قلنا هذا يسمى السحر الماسوني. فكذلك من جملة حتى تعلموا ما هو السحر الماسوني، لاحظوا معي هذا الشعار، هذا شعار الجمجمة كذلك. لاحظوا قلنا الجمجمة، وهنا كذلك الجمجمة بالأعلى ومعها رمز الشيطان ورمز اليهود، هذا شعار اليهود. وهذا أجده كثيرا مع الأصحاب. هذا الرمز النجم بهذه الشكل أجدها كثيرا في الأسحار المكتوبة أو مع الأسحار المدفونة. ولعلكم على الفيسبوك ترون صورا كثيرة للأسحار التي وجدتها واستخرجوا بفضل الله جل وعلا هي على هذه الشاكلة. لاحظوا معي بارك الله فيكم. لكن العجيب أن هذه الأسحار هي ترمز الشيطان والكفر بالله جل وعلا، لكن شبابنا هداهم الله تعالى تقليدا للأعمى واليهود والنصارى وللمغنيين، صاروا يعني يجعلونها على أعناقهم وأكتافهم وصدورهم، وهم لا يدرون معناها. وممكن أن يتأذى هذا الإنسان وهذا الشاب بهذه الرموز، نسأل الله العفو والعافية. طيب قلنا لاحظوا معي بارك الله فيكم، دائما الأسحار الماسونية لها علاقة بالشيطان، دائما أسحار الماسونية ترمز إلى الشيطان. وعندما كنت في رقية لكثير من الأخوات لهم علاقة بالسحر الماسوني، فلما كنت آتي إلى الشيطان ويقول هو زعيمنا، هو سيدنا، نركع له، نسجد له، نخاف منه، وعندما كنت أتكلم معهم عن صفات الشيطان في الكتاب والسنة كانوا يبكون ويئنون ويصرخون. فاعترف كم من جني على أنه يعني شيطانهم شبيه بالدجال، وعلى أنه أعور، وأنه يعني يتصرف بيده اليسرى وقوته في اليسرى، اليمنى لا يتحملها، لا يطيقها. وسبحان الله هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أننا يجب أن نأكل باليمنى، أن يكون تيمنا في كل شيء، لأن الشيطان يشرب باليمنى يأكل باليمنى. سبحان ربي العظيم. فكنت دائما أرشدهم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم
فكانوا يعني يزدادون يعني أذية ويعلمون أن الله جل وعلا حق. فكانوا كذلك يريدون أن يثيرون شبه أن زعيمنا هو الذي يتحكم في العالم، نحن كلنا شهوات وكلنا ملذات، أنتم في ضيق في حلال وحرام كل شيء. فكنت أحاجهم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يقولون نحن سيدنا على العرش ولهم مملكة كبيرة وكذا. فكنت أبين لهم عرش الله عز وجل وملك الله وملكوته سبحانه وتعالى، وكيف أن الله تعالى أمهل الشيطان إلى أجل مسمى. فكانوا يبكون. وهذه هذا الشيء، لهذا أنشد الراقي أن يكون على دراية وأن يبحث في طلب العلم الشرعي، حتى إذا ما جدله الجني أن يكون له الحجة بالحجة، حتى ما يصير يرمى من حيث لا يدري والله المستعان. طيب، فقلت بالله التوفيق، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرات جميعا في المشارق والمغارب، اللهم آمين. طيب، لاحظوا معي هذه الرموز أتى بها الجني ليعلم الإخوة والأخوات أنها، وليعلموا أن الجن لهم قدرة على أن يأتوا بأشياء كثيرة. نعم، هذه الرموز، لاحظوا هذا رمز كذلك رمز ماسوني، هذا رمز ما تجدوه في المعابد، تجدوه عند اليهود، تجدوه كذلك في الشركات الكبرى وهو يرمز كذلك إلى، فاليهود الماسونية حاولوا أن يستحوذوا على الرموز التي لها هالات كبيرة ومعروفة عالميا حتى ينسبونها إليهم، وبطبيعة الحال صارت لهم. فالمؤمن عليه أن لا يتشبه بهم وأن لا يسير في ركبهم ويحذو حذوهم. طيب، لاحظوا معي هذا. طيب، لاحظوا معي هذه. ولعلكم تجدون على اليوتيوب أن الجني ماسوني يتكلم معي ويشرح لي كل رمز من الرموز الماسونية وما هي دلالته ولماذا صنعوا على هذه الشاكلة. وكذلك تجدون في اليوتيوب هذاك الجني اليهودي الذي كتب البيت كله بالدماء، فلما دخلت وجدت اسمي مكتوب مع تلك الطلاسم وتلك الرموز، كتب ربيس. فلما كنت أسأله كان يجيبني عن كل نوع من أنواع تلك الرموز والطلاسم الماسونية. طيب، لأن الجن الماسوني خلاف الجن الآخر، الجن الماسوني لا بد أن يكون منضمي تحت منظمة كما هو حال كما هو حال إنسهم تمام بتمام. فالجن الماسوني يقبلونه بشروط، أنك إذا خذلتنا أو تأخرت عنا فإن، وهذا كان يقول للجن وكان يرمز إليه، يضع عندي، كان يضع لعلي وضعته في مكان آخر، ذاك السكين طويل خاص بهم هو عندي، يضعونه في هذا المكان وكأنه يشير إليه إما بالشنق وإما بالقتل، إما إذا خذلتنا إما أن تشنق وإما أن تقتل طعن في قلبك، وإذا ما أوفيت بالعهد فإنك تحيا حياة كريمة على زعمهم، لأنها عندهم اتصالات، عندهم قادة، عندهم ساسة، عندهم ملوك، عندهم عندهم جاه، عندهم سلطان، عندهم أراضي، عندهم شركات، يستحوذون العالم بالمال. وبطبيعة الحال إذا ما انضم إليهم فإنه يأخذ من كل ما أراد، يعطونه كل ما أراد، كما أن هذا الجني الماسوني، ولعلكم هذا كل شيء بالأدلة يشهد بها الحمد لله الإخوة والمقربون ومن عاش معنا والمرضى كذلك، والحمد لله والشهادة مسجلة، وكذلك هي موجودة باعتراف الجني وأثناء الرقية ماذا كان يقول. هذا الجني أغراني بأموال كثيرة، لعلكم درجة أنكم سبحان الله أتى بالمال، بالملايين أتى بها من أجل أن يغريني ماليا ويغري الأخت كذلك. طيب، وكان يقول لي أنت لك قوة في هذا المجال فلما لا تسخرها معنا. وقال لي أنا ما أتيت واشترطت عليك إلا بعدما سيدي جابرييل قالوا أسماء قالها استحضرها الآن، قال هم الذين قالوا لي إذا أراد أن ينضم إلينا، وقال أعطيك المال وآخر مضل في السيارات. فسبحان ربي العظيم. فمن جملة ما أتى بحزام كبير من الذهب، حزام كبير من الذهب يساوي أكثر من 3 ملايين، ولو جمعنا معدل الحزام الذهبي والألبسة والحلي والمجوهرات لصارت مالا كثيرا جدا جدا، لكن فضل الله تعالى نرضيها أن نرجعوها إلى أصحابها. وطيب، وقال لي أعطيك السيارة، لتعلموا أن الذين ينضمون إلى هذه المنظمات من أجل المادة، وأنا بين أفتح قوسين وأقول وأستغفر ربي سبحانه وتعالى. طيب، وضعت أمامي الملايين، ووضعت أمامي الحزام الذهبي، ووضع أمامي الحلي والمغريات وكذا، والحمد لله الله الذي يثبتنا. فلما هذا المغرضين والحاقدين والحاسدين يرموننا بأتفه النعوت؟ فأسأل الله تعالى يهدينا وإياهم. أما يعلمون أني لو كنت أريد أن أكون في الدنيا في المال والجاه والسلطان لكان الحال غير الحال. قفوا مع أنفسكم ولا يدفعكم حقدكم وحسدكم حتى لا تشبهوا باليهود،
ولا تفتروا على الناس كذبا واتقوا ربكم عز وجل واعلموا أنكم ملاقوه وأنكم إليه تحشرون. طيب هذا كذلك سحر يهودي. لكني أريد أن ألفت الانتباه بارك الله فيكم. اليهود يروجون إلى هذا المعتقد وهو الخمسة وخميسة، يروجون له عبر الوسائل المختلفة والمتنوعة، تارة في الإشهار، في الدعايات، في الأفلام هذه، وحتى صارت عندنا في المغرب رمز والعياذ بالله كأنه يحفظك من العين ومن الحسد، فصار شرك. فترى الناس يضعون مثل هذه كبيرة أو مرسومة عند أبوابهم، في الباب، في السيارة، في المحلات، وهذا اعتقاد باطل. فالذي ينفع الله والذي يضر الله، فهذا لا يجوز. من علق تميم فلا أتم الله له. ومن على الإنسان أن يعقد قلبه بربه جل وعلا، وإذا أراد الحفظ إن شاء الله تعالى والشفاء فإنه يسلك الأسباب الشرعية التي بينها الله وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يعقد قلبه بخميسة أو يعقد قلبه بفلان وبعلان هذا لا يجوز. وإنما ابتداء الإنسان يسلك الأسباب لكن لا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على مسبب السبب وهو الله جل وعلا. فالسبب جعله الله تعالى لتصل إلى ذاك الغرض، وهو من جملة الأسباب، من جملة التوكل على الله سبحانه وتعالى أن نسير في الأسباب واسعوا فيها، ولكن أن نأخذها كأنها حفظ وبهذه الرموز التي أتى بها الشيطان واليهود. فيجب أن يعلم أن هذه ما أتنا إلا من اليهود. فالمغرب إذا رجعنا اليهود كان فيه يعني يعمره كثير من اليهود كثير كانوا يعيشون في المغرب، فكان لحد الساعة لا زالوا، وعندهم كذلك بيوت، وعندهم سحرة يهود لا زالوا لحد الآن يفتحون أبوابهم. لماذا تحاربونهم؟ أسألكم أنا الآن، لما تستطيع أن أنا أسميهم لك إذا أردت وأعطيك أماكنهم وعناوينهم في شارع في أحسن الشوارع الكبيرة في المغرب، ولهم شقق تساوي الملايير، أعطيك عناوينهم إذا أردتم. هل يستطيع أحدكم أن يلمزهم؟ أنا واجهتهم، نصحتهم، قابلتهم، ذهبت خفية عندهم. هل منكم من صنع هذا؟ فاتقوا الله جل وعلا. طيب هذا سحر كذلك. طيب جملة أسحار هذه لاحظوا معي باختصار لأن لازم عندنا موضوع آخر وهو السحر الإفريقي، أريد أن أفتحه وأظهر لكم المواد التي يدسونها فيه. طيب هذا كذلك سحر. لاحظوا هذا السحر، وهذا السحر كذلك ماسوني. هذا سحر خلاف الأسحار هذه. هذا سحر وجعل على هذا السكين وهو ملطخ بالدماء، وهذا يجعلونه للشباب ويجعلون كذلك للجن القتل. فترى كثيرا من الشباب يعني لا يرتاح إلا إذا يعني سفك الدماء، وهذا من ظلم اليهود وتسلطهم بما يسمى بالجن حمو وغيره. فهذا السحر يكون بمثابة سحر القتل والانتقام، إما أن ينتقم الساحر عن طريق الجن من فلان، وإما أن يجعل فلان ينتقم من إنسان آخر، والغاية سواء أن يهلك ذاك الإنسان الذي سحروه. مفهوم؟ فأسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم من كل شر من كل أذية. طيب لاحظوا معي هذا كذلك هذا الرمز، وهذه كلها أسحار. لاحظوا إذا سمعنتم عليها صليب وعليها كذلك جمجمة هنا، هذه جمجمة هنا في الوسط، وهنا كذلك صليب، وسوف أصورها إن شاء الله وأضعها لكم على اليوتيوب حتى تميزونها، أضعها لكم إن شاء الله على الفيسبوك حتى تميزونها، وأعطيكم تحليل لكل صورة بإذن الله تعالى حتى يستفيد سواء الرقاه أو الناس العاديين إن شاء الله تعالى. فلاحظوا معي بارك الله فيكم. فأنا أنصح يعني طاعة الله جل وعلا أن الإخوان أن يبينوا للناس ضر الماسونية والجن الماسوني. أنا بفضل الله تعالى بحثت قبل أن أضع يعني أكثر من سنة قبل أن أضع يعني هذا السحر الماسوني وعلاقته بالجن بالمنظمة الماسونية وتحالفهم مع إخوانهم الشياطين على الإنس. فلما بحثت ما وجدت قبل ذلك بفضل الله جل وعلا بحثا مستقلا حول هذا، فكنا بفضل الله عز وجل المناظرة. ولهذا صارت لنا عداوة الآن، سبحان ربي العظيم وأنا أتعجب من هذا الحال. صارت لي عداوة الآن ابتداء من الرقاة السوء إلى السحرة، إلى اليهود، إلى الماسونية. يعني صرت الآن كأني قبلة لكل الأعداء. لماذا؟ لأني أصدع بالحق. وطبيعة الحال يقولون المغاربة يعني ماذا أقول، يعني لا نريد أن نسير في ضرب النفاق، يعني كل واحد معاه بوجه لا يجوز. فإنما قول الحق يجب أن نصدع به وأن نقول ولا نخاف لومة لائم. لكن الإشكال لما صرنا في هذا الركب ونقول الحق من الله سبحانه وتعالى ونقول ما نراه حقيقة،
صرنا يعني أعداء للجميع، وصرنا والله لا تعرفون قدر النبال والسهام التي توجه إلى صدورنا، بل توجه من ظهورنا من خلف، والله المستعان. طيب هذا قلنا هذا سحر، هذا سحر. لا تحسبون أن في هذا الميدان في راحة، لا والله، لا والله، لكن نصبر ونحتسب ونعزم على ألا نتخاذل أو ألا نرجع القهقرة، لأن من الصعب أن تصير الآن. وكم من سحر وجدته بسيارتي، وجدته ببيتي، وليست وهم، وإنما أجده لي حقيقة وعليه اسمي. ولعلكم رأيتم يكفيكم السحر الذي مسوني بالدماء، وتعرفون قدر الماسونية، اسمي بالدماء مسحور، يعني كتبوا عليه السحر ليلحقوا بالضرر. إضافة إلى السحر الذي أخذه من زيت السيارة، إضافة إلى السحر الذي وجدته بداخل السيارة، إضافة إلى السحر الذي وجدته أمام البيت أو وجدته أمام المركز الأول والثاني. يعني هناك عقوبات، هناك معوقات، هناك أشياء يريدون أن يعاقبوك على أنك تحاربهم. أتحسبون أني لما أعرف بأني أبطل أسحارا، وصار اليهود الجن اليهودي يقول لي أنت معروف عندنا، السحرة يؤذونك يريدونك كذا كذا، وكان هذا الجن المسؤول وغيره كلما ذهب إلى أهله، كلما ذهب إلى أسياده كان يزداد حقدا عليه، لأنه يرى نفسه لم يصل إلى شيء. نعم، لم يصل إلى نتيجة، وبالتالي عندما يغضبون عليه فهو يغضب عليه، وكذلك يمدونه بأسحار أخرى ليست لفلان إعلان وإنما لي أنا، لأنا الجميع. أنا عندما نعالج إنسان بفضل الله عز وجل فإننا نضع أنفسنا أمام المدفع. نعم، نضع أنفسنا ليس أمام هذا الجني، وإنما أمام من أتى بهذا الجني ومن أرسل هذا الجني. حتى مؤخرا تقول لي أخت والجني يتكلم، وهذا إن شاء الله فأذهب معها للقبر واستخرجه، قال لي سحرها الآن مدفون في قبر. قلت له إن شاء الله استخرجه. قال لي لكن صار معه سحر آخر جدده الساحر. قلت لما؟ قال لما أرادها وما تمكن منها وعلم أن تعالج بحث عنك، فأخذ آثارا لك فجعل معها سحرها في قبر واحد، يعني سحرك وسحرها صار في قبر واحد، يعني أنا الآن سحري موجود في قبر. طيب من يضمن لي نفسي أنا؟ الله جل وعلا، حتى يعلم هؤلاء الناس وجميع الناس أن الذين يتكلمون أصلا ما وصلوا إلى هذا المستوى بفضل الله جل وعلا، أن يصيروا يعني في حرب ضروس بالليل والنهار مع شياطين الإنس والجن حتى تسحر. أمر سهل. هذه الست تسحر، تصير الآن تخبط، تنتف شعرها، تخنق نفسها، تبكي كذا، ولكن الحمد لله بالتحصينات وبالأوراد الله يحفظنا. لكن الجن دائما يتربص بك بالليل وبالنهار، إذا أنت معرض نفسك لأذية كثيرة، تعرض نفسك وأهلك وأبنائك، والكل يعرف هذا. الكل من يعيش حقيقة الرقية، يعيش حقيقة محاربة الجن، يعي هذا الشيء، ليس ضربا من الخيال، وليس وهما، وليس سرابا، إنه حقيقة. وأقول إني على يقين لأني رأيت بنفسي أسحاري وأبطلتها بيدي بفضل الله جل وعلا. فحتى لا تفتر النعارات، فعلى كل أخ صادق وفاضل وأخت فاضلة أن يعي مع نفسه وأن يقدر ما أقول. وكل الحمد لله كل واحد عنده عقل وعنده فهم ويعرف الحق من الباطل. هؤلاء الذين يحاولون يثيرون شبه حول الرقية وحول العلاج وحول كذا، هؤلاء أصلا ما تربعوا عند أهل العلم، وما عرفوا قدر الرقية، وما عرفوا قدر الجن، وما عرفوا مستويات الجن وقدراتهم. لو أن نتحدى واحد منهم الذين يتكلمون ما يعرفون أصلا، لو أتى أمام جني، لو أتى من ورآه، أقول هكذا، ورآه، اسمعني، أقول ما أقول وقد عشتها والله العظيم، لو أنه في مكان ويرى الناس كلهم صاروا كل واحد هكذا كأنهم صاروا يعني في عمى يبحث عن آخر، فلما أسأل يقول لي كأننا في أعلى جبل والضباب في ساحات كثير بداخل البيت كأنه دخان. الجن فعل هذا. أحيانا الجن يحرك أشياء كثيرة، الكهرباء، الضوء يذهب ويأتي ويذهب ويأتي، هكذا الأشياء تتحرك أمامك. أي نعم، الجن كأنه يدخل في قلبك الرعب والفزع. سبحان الله. ناهيكم عما يقع في الرقية. أحيانا أختي يذهب لها بصرها على الراقي، كما أنها أتت إليه وهي تبصر فعليه أن تخرج وهي تبصر. أهلها لا يرحمونها ويقول لها أتت إليك تبصر، فيبقى الراقي حتى يرجع لها البصر بإذن الله تعالى. تدخل وهي تمشي فيجعل لها شلل في قدميها فلا يرحمك أهلها، يقول لك ارجع لها قدميها، فتبقى بإذن الله تعالى حتى يرجع لها قدماها. نعم، يأخذ سمعها، يأخذ بصرها، أشياء كثيرة، تخرج حشرات من فمها، تخرج دم من فمها، كل هذا عشته وأكثر من ذلك. لكني لا أدوي لأني قلت ما كنت أهتم بالتسجيل إلا مؤخرا، أبشروا إن شاء الله تعالى ما من شيء أعيش إلا وأسجله طاعة لله جل وعلا، وحتى أظهر الدين الصحيح. وإذا ما خالفنا فقومونا وانصحونا إذا ما رأيتم فينا تقصير.
أو مخالفة. نعم، رحم الله من أهدي إلي عيوبي، لكن أقول على نفسي أني أحاول جاهدا أن أسير وفق الجادة، وفق طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أساعد إخواني وأخواتي في المشارق والمغارب، وأنا بفضل تعالى عدو لكل شيطان ولكل مال ولكل جان من شياطين الإنس والجان. نعم، إن شاء الله جل وعلا إلى أن يأخذ الله هذا النفس، وأسأل الله تعالى أن يتوفنه وهو عني راض، وأن يكون هذا العمل سببا في نجاتي وفكاكي وعتقي من النار، وأن يجعل الدعوات التي تصل إلينا في المشارق والمغارب بإذن الله عز وجل سببا في رحمتنا، سببا في عتقنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. أي نعم، وتعلمون فضل تفريج الكروبات، إنه أمر عظيم جدا جدا. طيب، قلت هذا كذلك سحر مسوني. الوقت يأخذني والكلام يأخذني، سبحان ربي العظيم. طيب، وهذا كذلك سحر مسوني. لاحظوا دائما الجمجمة، دائما الجمجمة والهيكل، هذا كذلك سحر مسوني. لاحظوا، وهو يشبه مثل النخلة أو مثل الرمز. لاحظوا. طيب، باختصار شديد، هذا السحر كذلك يضعه الشباب في أيديهم في أصابعهم، وبداخله هيكل، بداخله نفس الهيكل، نفس الجمجمة بالداخل وبالخارج. صار أن يروجون له ويجعلونه يباع، يسوقون له بالدعاية والإشهار، حتى يعني الناس يصيرون في ضلال، والله المستعان. قلنا هذا الآن هذا السحر الماسوني. السحر اليهودي هو هذا، يفعله المغاربة ويجددونه في 27 من رمضان. وهنا اعتقاد خطأ، أنهم يظنون أن الجن تفك وتحل قيودها في 27، لكن لا، هم يجددون في 27 ويحيون الأسحار في 27، لأنهم يعتقدون أنها ستفك وستحل في نهاية رمضان. وبالتالي لاحظوا معي، قد سجلت لكم كيف تجدد السحر البيع والولاء للشياطين والجان في نهاية شعبان، في العشر الأواخر من شعبان، لأنهم يجددون الأسحار لهم، لأنهم يعلمون أن بهذه الأسحار الجن سوف تربط والمرض سوف تربط، فإذا ما قيدت فإنهم يعطونها البيع والولاء حتى يقول لها أن نرضيك، لكن إذا ما أخرج سبيلك وفكت قيودك ارجعي إلينا. وأنهم يخافون من شيء السحرة، فإن في 27 رمضان يجددون الأسحار إرضاء للشياطين. لكن هناك نوع آخر، وهو أن الناس يأتون إلى السحرة يجددوا أسحار فلان وعلان انتقاما، لأن كل سنة يجدد له سحر، يسمى سحر هذا التجديد، يجدد له سحر في 27 من رمضان. ولهذا ترى عندنا في المغرب في 27 من رمضان ترى طامات البخور وجلد الحيوان وشعر الحيوان والآثار وأشياء كثيرة جدا جدا تباع في محلات كبيرة. وأقول لكم هناك محلات تكترى لليوم الواحد ب3000 درهم، وأنا أعلم أقول اليوم الواحد ب3000 درهم كراء. يعني 3000 درهم كم يعني تساوي؟ هذا يبيع ماذا؟ يبيع لك سحرا، يبيع لك أذية وشرا ووراء. فمن المنكر؟ من الذي ينكر عليه؟ من الذي يبين خطأه؟ من الذي يحارب؟ وأقول لكم ذهبت إليهم وكم من مرة، وعندي خصم كثير معهم، أدخلته في سيارتي وظن أني خريجي بالوطرة وبهذا الشيء، وتكلمت معه فأخذت منه أسرار خطيرة جدا جدا. فما من مكان إلا وأقتحمه ولا أخاف شيئا. أنا لا أخاف من ساحر يعلم الجميع، ولا أخاف من جن، وأذهبت إلى أماكن مهجورة، بيوت فيها الجن مهجورة في أماكن خلاء، والله يخاف الإنسان يدخل في قلب الرعب. أهل البيت بصروا يدخلوا معي. دخلت بإذن الله عز وجل وبقيت أتلو القرآن، أرى حركات والله العظيم. قميصي جلبابي هكذا يحرك لوحده. نعم، جلبابي هكذا يحرك لوحده. يعني الإنسان الذي لا يستطيع، ليس له قلب وليس له إرادة وقوة وإيمان، فإنه إما أن يؤذوه وإما أن يلوذ بالفرار. هذا قلت هذا السحر يهودي. هذا يجددونه في ماذا؟ يجددونه في أيام الأواخر من شعبان. طيب، وهذا السحر كان مصنوع لعائلة في مدينة ناظور. يعني حتى إن شاء الله ندرك الصلاة باختصار شديد حتى نذهب بإذن الله جل وعلا. طيب، هذا السحر إن شاء الله تعالى هو هنا يبطل طاعة الله عز وجل. طيب، باختصار أريكم بعض الأشياء حتى إن شاء الله تعالى ترون المواد التي هذه الصفائح تباع في المغرب، تباع في أكبر الأسواق وعند الناس في بيوتهم. وهذه أصحاب إفريقية
تأتي من تشاد، من مالي، من السنغال، من غينيا، وهذا الشيء تأتي هذه الأسحار. فإما أن يأخذوا هذا الغشاء ويجعلون بداخله سحر ويهدونه هدية والناس لا يعرفون، وإما أن صاحب هذا السحر يضعه في بيته من أجل قبول المحبة أو انتقام. فهذه أسحار. تلاحظون ماذا بداخلها؟ هذه المواد التي يستعملها السحرة، وهي معروفة يعني ليست غريبة. فقط الآن إن شاء الله حتى أظهر لكم ما بداخلها مواد تجدها، ودائما أجدها مع السحر، مثل البارود ومثل كذا. حتى مثال، لاحظتم هذه المواد يعني ليست عادية، يعني خبيثة شيئا ما. المهم هذه باختصار شديد هذه أسحار. ولا إن شاء الله تعالى كما قلت لكم في الكتاب بإذن الله تعالى ترون هذا الشيء أسحار كلها. الكتاب إن شاء الله تعالى سوف يطبع بإذن الله تعالى ويعرض في الأسواق إن شاء الله تعالى قريبا. كل نوع من أنواع السحر بإذن الله عز وجل، كل نوع من أنواع السحر معه الصورة موثوقة به بإذن الله تعالى، ونظهر للناس الحقائق بإذن المولى جل وعلا. وكذلك نظهر لهم أخطاء السحرة، بل عيوب السحرة وكفرهم وأخطاء الرقاة والمعالجين. وأنا أتعجب لما أقول أخطاء الرقاة يسمعها الراقي كأنه يستشعر. أنا لا أقصد الراقي الشرعي أقوله وأعيدها، وإنما أقصد الراقي البدعي، الراقي الذي يأتي بالمخالفات هو الذي أقصده. فإذا كان الإنسان يستشعر كان يتكلم عنه فإنه يعرف في نفسه أنه ليس على شيء وإنه ليس راقي شرعي. طيب، وعندما يتكلم الإنسان فيما يتكلم في أمور في الرقية الشرعية وهي أمر خلاف، يعني في مسائل خلافية لم يستطيع أحد من جبال أهل العلم أن يرجح مسألته فيها، أو جعلوها هكذا مفتوحة بفضل الله عز وجل، لأن الأصل في الرقية الاجتهاد وليس التوقف، فعليه أن يعلم أنه ليس على شيء، فعليه أن يرجع إلى كتب أهل العلم وبطون أهل العلم، كتب أهل العلم، حتى إن شاء الله تعالى ينهل من علمهم ويستفيد من خبرتهم، حتى لا يهد ما يعرف، وإنما شفاء العي السؤال. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. طيب خلاص، هذه الأسحار قلت هي هذه، يعني لاحظوا الآن افتحها، هذه أول فتحة لها. طيب هذه أسحار كلها يعني بإذن الله تعالى. لاحظوا معي، لاحظوا أنا أمزقها الآن، نفس الشيء الذي قلت لكم. نعم، هذه المواد التي بداخله، لاحظوا كيف يجعلوها، لاحظوا، وهذا عليها أن يصلها الماء كلها إن شاء الله حتى تذوب، وحتى إذا ما كان معها شيء بالداخل حتى هو كذلك إن شاء الله تعالى نقف عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، وما تبقى أذية. والسحرة يشترون بعض الأحيان يشترون هذه الأشكال ليبيعوا السحر بثمن باهظ، يشترونها عادية فيجعلون بداخلها الحجاب والأحجبة والتمائم ليبيعوها إلى من أرادوا سحره، لما أرادوا أن يصنعوا له ذاك السحر بأثمنة خيالية جدا. لاحظوا معي بارك الله فيكم، لاحظوا معي، لاحظتم؟ لاحظتم هذه أسحار إن شاء الله تعالى. لاحظوا هذه أسحار نجعلها إن شاء الله تعالى في هذا الماء بإذن الله تعالى، ولا نأمن يعني نعيدها ونطلها أكثر من مرة إن شاء الله تعالى حتى ما يبقى الضرر يلحق بفلان وعلان. طيب إن شاء الله تعالى لاحظوا معي كذلك هذه الأسحار. أي نعم، هذا سحر سبحان الله، هذا سحر صنعوه بشكل، لاحظوا معي، على شكل يعني أوراق شجر قديمة جدا، أوراق شجر قديمة جدا. لاحظوا معي كأنه كان فقط يعني يضع عليه هذا الغطاء الذي الآن نحن نوزقه طاعة لله جل وعلا. طيب هذا مادة، لاحظوا شبه عود، لاحظتم هذا عود. طيب لاحظوا يعني هذا عود. والأصحاب الإفريقية تعرفون الغابات وما فيها، فهذا حتى الإنسان الراقي دائما يتعامل بالظن في السحر. أي نعم أقولها، لما أقول بالظن؟ لما يصل إليك السحر في يديك، وهذه مهمة، جميع ما يروج بذهنك وما عندك من علم ومن خبرة بفضل الله عز وجل وتجربة، أنه ممكن أن يكون هذا السحر له حاشيا حوله تعمل على إبطاله، حتى ما يصير شيء أنت ربما تتجاهله أو تتناساه، فبه يتقوى السحر أو يبقى أذية من قرب أو بعيد.
فمثلا هذا السحر قلت أنه يكون يهودي أو يكون بالشجر، وكل نوع من الأنواع له ما إن شاء الله تعالى يجعله يبطل تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب خلاص إن شاء الله انتهينا. وهذه أصحار إن شاء الله هنا، هذا سحر كذلك عليه هذا الطلسم هنا، هذه النجمة وهذا الطلسم كذلك هو إن شاء الله تعالى يبطل. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم على الهدى والتقى، وأن يرزقنا العفاف والغنى، وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن إذا رأيتم أي تقصير منا فسامحونا واعذرونا، إذا رأيتم منا أي يعني أننا ما نجيب عن الأسئلة بكثرة فاعذرونا، فإن الأسئلة تصلنا أقول كل يوم أكثر من 100 رسالة على الفيس بفضل الله جل وعلا، وعلى اليوتيوب بفضل الله جل وعلا، أما على الهواتف كذلك. فأنا أريد أن يصل هذا النور وهذا الخير إلى الجميع ليعرفوا قدر العلاج الصحيح، وليعرف كل واحد منا كيف يحارب شياطين الإنس والجن، وكيف يتغلب عليهم، أي نعم كيف يتغلب عليهم، وكيف يعرف نقاط ضعفهم. فبإذن الله عز وجل لعلكم كنتم سمعتم مني في أكثر من تسجيل أني قلت سوف إن شاء الله تعالى أعمل على تهيئ رقاة شرعيين. هذه نيتي وهذا قصدي، والله أعلم ما أقول شهيد. لكن رأيت أني بعض الناس ليس لهم علاقة بالرقية، لما بدأت فقط أبين لهم بعض النقاط في الرقية الشرعية فتحوا صفحات، فصاروا يهرفون بما لا يعرفون، ويتكلمون بأشياء بعيدة عن الرقية الشرعية. فقط كل ذيبرهم يتكلمون عن المال، ويتكلمون كأنهم صاروا يعني يرمون من يعني لهم فضل عليهم ومن علمهم. ولهذا أنا لا أقبل من أعلمه إلا إذا كنت أعرفه أو يزكيه لي إنسان آخر أعرفه. طيب هذا هو المسألة. من أراد أن أعلمه إن شاء الله تعالى أصول الرقية الشرعية واستخراج السحر وكيف يعني إن شاء الله يكون متمكن في الرقية، فإذا زكاه أحد من أهل العلم أو زكاه من نثق فيه فإني أقبله وإن شاء الله تعالى سمعا وطاعة. لكن إذا ما كان هذه الشروط فإني قد أوذيت، ولكني أخاف أن أتحمل وزرا أن أعلم من لا يحسنها فيصير يبتز الناس بها ويصير يرمي الناس بالأمور العظام كما حصل مع فلان وعلان. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر كبير، سبحان الله.